لا تحزن. ربما من الصعب جدا أن لا تحزن، لأنك في الدنيا، والدنيا كتب علينا فيها الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فكل من كابد الدنيا لابد أن يشقى. لا تحزن ولن أحزن بإذن الله، لأني مسافر. هل رأيت مسافر يكترث بالقرية التي يمر عليها؟ رزقي لن أحمل رزقي فوق ظهري، لأن الله تكفل به. حتى عمري تكفل الله به، فلن أخشى عدوا ولا مرضا ولا شيء. فمتى ما حل الأجل فلا مناص. لن أحزن إذا خاصمني أحد، فنبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح خاصمه إبليس وكان له عدوا، فهناك من يعاديك لطبعه لا لطبعك. نوح عليه السلام صنع ما ينجي به القوم فاتخذه القوم سخريا. سليمان عليه السلام حارب السحرة فاتهمه الأعداء أنه من السحرة. محمد عليه الصلاة والسلام جاء لتوحيد القلوب فاتهمه القوم بالتحريض وتفريق القلوب. هكذا بعض الناس يتهمونك بالذي أنت تحاربه. فلن أحزن إذا خاصمني أحد، لأن الأيام تجري، فمن أحبني فيومي يجري بدونه، ومن كرهني لن يغير في يومي شيئا. لن أحزن إذا وقعت لا قدر الله في فقر، فإني لن أموت حتى أستوفي رزقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله، فلماذا أحزن على الرزق؟ لن أحزن لأني رأيت كل الدواب التي لا تعقل لا تحمل رزقها فوق ظهرها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلماذا أجعل الرزق الذي تكفل الله به أكبر همومي؟ كنت في رحم أمي، الله أطعمني وأسقاني، حتى أمي التي أنا كنت في أحشائها لا تملك رزقي. لن أحزن على الرزق أبدا، وقد أخرجت للدنيا لا أعلم شيئا، وهداني الله للنجدين والنطق والمشي. فلماذا أحزن على رزقي ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج من بيته جائعا؟ لن أحزن بإذن الله. لن أحزن على مرض، وإذا مرضت فهو يشفين. فلن أحزن على مرض، فإن الله نسب الأمراض لنا والشفاء له. فإن أصابني مرض أعلم أن الشافي هو الله. وعاف أيوب عليه السلام من مرضه بالماء البارد، رغم أن أيوب عليه السلام كان يرى الماء كل يوم وشرب الماء، لكن الله يهدي من يشاء لأسباب الشفاء.